ماشي، ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، درس النهاردة قلنا هو درس مهم، ماشي، لأن هو الدرس ده بيحتوي على ستيبس في الأول لازم تكون معروفة. خلاص، اللي هو درس إيه؟ الدرس ده أول درس عندي في جريد 5 قصدي في الجرامر، يعني أول درس عندي في جريد 5 في الجرامر. درس موجود مهم جدا في كونكت بلس جريد 3. تمام، الناس اللي وصلت لغايه جريد 6 واخدت من اول سنه اولى كده لغايه جريد 5 درست كونكت ودرست كونكت بلس بقى كامل، عارفه ان كل حاجه اتشرحت قبل كده في كونكت بلس بنطلع بيها بعد كده في كونكت ستيب باي ستيب، صح؟ طبعا بالذات بتوع السفاره، لان بتوع السفاره بيمتحنوا في كونكت بلس كامل، فهم يمكن عارفين. الناس اللي كانوا معايا في مجموعتي برضو قبل كده عارفه ان انا بشرح ايه، سواء سفاره سواء مصري، انا بشرح كونكت بلس كامل اول سنه اولى لغايه سنه ثالثه. انا ماليش دعوه مقرر عليك ايه في جمهوريه مصر العربيه، ماليش دعوه، بشرحه كامل مع الكونكت. تمام، لان هو ده الاساس عندي. طيب، درس زي صم، ماشي، واني. تمام، الدرس ده حصل فيه مشاكل كتير السنه اللي فاتت، والدرس ده لقيت فيه ناس برضو السنة دي قابلتهم للأسف، يعني لقيت كنت ولد بديله في أكاديمية ما، يعني أنا سميته يوسف الهبي، فهو قال لي أنا خدت صم وإني. طيب إيه يا يوسف الفرق بين صم وإني؟ قعد يقول لي على حاجات كتيرة كده، قلت له بس من بعد اللي أنت قلته ده أنا هسميك يوسف الهبي. تمام، قعد يقول لي حاجات غريبة كده ملهاش علاقة لا بصم ولا إني ولا أي حاجة، يا ريت يبقى سامعني. ماشي، صم وإني. صم وإني يا ولاد ما ينفعش يتشرح من غير ما أكون عارف في البداية الفرق ما بين الأو والآن بالنسبة للمفرد. يعني معنى كده إن أنا أعرف إيه السينجولار. تمام، السينجولار. طيب، والبلورال يس، والبلورال اللي هو المفرد وإيه، المفرد وإيه والجمع. ماشي، ما ينفعش آخد الأو والآن، ما ينفعش ما اكونش عارف الاول ان السنجولار، ما ينفعش اكون عارف البلورال. تمام، ما ينفعش اكون عارف بقى، وده اهم حاجه وخدوها مني بقى كده ثقه، يعني ايه countable and uncountable. ماشي، وبسال حد برضو ما كده، ايه يا ابني الفرق بين الكاونتابل والانكاونتابل؟ مش يوسف الهبيد، لا ده كان حد تاني برضو بيهبد ما شاء الله. ماشي، قال لي حاجه تانيه برضو غريبه عجيبه كده بالنسبه للكاونتابل والانكاونتابل. تمام. طيب، ايه كمان ما ينفعش افرق بين there is and there are. اوكي، there is and there are، الاتنين دول برضو مهمين. خلاص. طيب، مش كل الاكتيفيتيز اللي جايه على صم واني في جريد 5 كلها عن صم واني بس، زي ما برضو هنشوف دلوقتي. لا، ده هي جايه عن الكاونتابل والانكاونتابل والبلورال والسينجولار، ولازم هيكون في there is and there are معايا. تمام. طيب، نبدا كده ستيب باي ستيب ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، اول حاجه نشرح حاجه كده، ده بسرعه 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 علشان نحاول ندخل فيه، بنفكر الناس بس. تمام، علشان لو دخلنا في القاعدة دي بأساسها كده يعني هنقعد كتير، كل قاعدة ممكن تاخد مننا سيشن. طب ماشي. أول حاجة السينجولار اللي هو المفرد. تمام، أي ما عندي مفرد وأخدت الفرق ما بين، أنا مش عايزة حد يلخبط ما بين الفيرب وما بين الناون، في فرق ما بين الفيرب وفي فرق ما بين الناون. الناون اللي هو الاسم، النون اللي هو الاسم، الفيرب اللي هو الاكشن الحركه الفعل اللي بيحصل وبيتعمل. تمام كده. طيب، اي اسم نون، الاسم ده اهم حاجه ان هو يكون نكره، يعني انا ما اكونش قاصده حاجه معينه تجيبها لي، او ما اكونش بشاور على حاجه معينه. تمام، بياخد ايه قبله؟ لازم نحط قبله يا or an، or an. طيب، لازم
اولا الاسم ده يكون مفرد حاجه واحده، ويكون اسم ما يكونش verb، تمام، ويكون نكره. يعني ايه نكره؟ يعني مش معرف، يعني ما بقولش هات لي ده او الحاجه دي، ما بشاورش على حاجه بعينها. ده اي زي elephant مثلا، انا قلت لك هات elephant ده any elephant. ماشي. محمد بليز اقفل هو في تهنيجه كده النهارده تقريبا من السكيورتي بتاع الزوم. ماشي. اي حد يا جماعه يقفل المايك عنده، عشان في تقريبا ايه، في حاجه بتهنج كده عندي في الزوم. تمام، من غير ما اقول اي حاجه، المفروض ان احنا دخلنا سيشن، يعني كاننا في كلاس بالظبط، ان احنا ايه، بنقفل المايك بتاعنا. طيب، يبقى قبل اي اسم مفرد بحط a or an. طيب، امتى احط الآ وامتى احط الآن؟ طبعا الدرس ده بالتفصيل هو مشروح عندي على القناه. خلاص. طيب، هو شرحناه السنه اللي فاتت من اللي هو جرامر من الصفر. نبدأ بالآن كده علشان دي أسهل واحدة. طيب، أنا إمتى بحط الآن؟ بحط الآن لو ابتدى عندي الاسم ماشي بحرف vowel، زي ال A، ال E، ال I، ال O، ال U، ورسمناه المستر فاول، قلنا دي A E I O U، ومستر فاول بيبتسم لكم بيقول لكم هو. تمام، ده المستر فاول. خلاص، ده اللي هو ايه، اي اي او يو. تمام، دي كلها اسمها ايه، الفاولز او الحروف المتحركه، او بعض الناس اخدتها اسمها الحروف الشقيه. تمام، الحروف المتحركه لو ابتدى عندي الاسم بحرف متحرك احط ان، زي مثلا elephant. خلاص، egg، apple. تمام كده، كل ده a يبقى an، a an، a an، an elephant، an egg، an apple. اوكي. امتى بقى احط a قبل الاسم؟ ماشي. امتى احط a قبل الاسم؟ لو هو بدأ ب consonant. يعني ايه consonant؟ حرف ساكن. تمام، الحروف الساكنه ايه هي يا ميس؟ اي حرف يا حبيبي الميس بعيد عن الحروف دي كلها. تمام كده، اي حرف بعيد عن الحروف دي كلها، تمام، فهو حرف ساكن. يعني لما بقول لك سي مثلا، اقول ايه، فوكس. يبقى المفرد، عايزه فوكس، يبقى فوكس. فوكس يعني وان فوكس. اوكي. طيب، دكتور. اوكي. ا لاين. اوكي، كل دول بيتحط لهم ايه، لتر اي. ماشي. واي حاجه تانية تحط لها لتر سوري، بيتحط لها الارتكل ان. تمام، اللي هي ان اليفانت، ان ايج، ان اب. خلاص. يبقى اول درس في طريقك كده لصم واني السنجولار اللي هو فيه ا وان. تمام كده. طيب، تاني، ايه الدرس اللي انا قلت لكم لازم يتعرف كويس قوي 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 قوي؟ عرفنا الفرق ما بين السنجولار والبلورال، لا البلورال بقى، سوري، البلورال. طيب، ايه هو البلورال؟ ان انا بضيف الاس لاي اسم عايزه اجمعه. طيب، هو بيضاف اس بس؟ لا، ده حضرتك ممكن تضيف له اس او اي اس او اي اي اس او في اي اس. خلاص. هلو انتوني، عودا حميدا. كل ده الكهرباء كانت قطع عندك؟ بقالي كتير تقريبا ما شفتكش، شهر تقريبا، مش كده؟ الكهرباء كانت قطع عنده شهر. اطول ناس تقريبا قطعت عندهم الكهرباء ولا ايه؟ انا بهبده بس. خلاص يا توني. قلت لها انتوني عمال يقول لي ايوه ايوه. ايوه يا ميس ايوه. طيب. صح. والله الكهرباء. يا نهار ابيض. ماشي، معلش. ان شاء الله كبوه وهتعدي باذن الله. طيب، نيجي على، خلاص خلصنا السينجولار، نيجي على البلورال. تمام، ايه هو البلورال؟ اللي هو الجمع.
طيب اللي هو ايه؟ اضافه اس في نهايه الكلمه، اور اي اس، اور اي اي اس، اور في اي اس. تعالوا نشوف ازاي. وبرده الدرس مشروح كامل مكمل على القناه، الناس اللي عايزه تشوفه ومش هتلحق انها ايه تبقى معايا كده. يعني احنا بنعمل ريفرش عشان نوصل للغرض الاساسي يا جماعه. صموا اني الحاجات دي لو والله لو ما عرفتها انت مش هتعرف، مش هتمشي في صمو اني كويس. طيب معظم الاسماء بتاخد اس، معظم الاسماء بتاخد اس. طب امتى هحط اي اس؟ امتى اضيف اي اس في اخر الكلمه؟ انا عايزه اجمع كلمه دلوقتي عندي، امتى احط لها اي اس؟ ريناد عماله ترفع في، قولي يا رنين، قولي يا رنين، امتى احط اي اس؟ ها لو انتهى بايه؟ انتهى بنحط اي اس امتى؟ وقت ما ينتهي ب ايوه او اكس زي بالاو اس او اتش. ثواني ثواني، بالراحه بالراحه، شويه 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 علينا يا شيخه. او ها ايه تاني؟ ها الايه؟ اس اتش، اس اتش. ها الاس اس، الاس اس. ها سي اتش، سي اتش. ها زي والزي. ها اس اكس اتش اس اس تي اتش والزي. اوكي زي ايه؟ ثانك يو رينات. تعالي نشوف كده زي ما درسنا في جريد 4. لو حد درس في جريد 4 ومش عارف ماشي. تعالوا كده نجمع. مثلا عندي كلمة فوكس، عايزة اجمعها، انتهت بايه عندي؟ باكس، فوكسز. تمام كده. بص انتوني قاعد عامل ازاي. إيه الحاجات دي يا ميس؟ ده انا وصلت الليفل الوحش. معلش يا استاذ انتوني، احنا اسفين لك والله، معلش. طيب فوكس. طيب عندي كلمة براش، ها تعالى نحط لها كده اي اس، بقت براشز. ها زي كلمة توماتو، ها توماتوز. زي كلمة ووتش، ها ووتشز. تمام. بلاش حد يعمل قلوب ويعمل حركات. بشوف كل واحد على فكرة بيطلع لي الاسم، ما هو ده اللي انتوا مش فاهمينه، بتفضلوا ترسموا مش عارفين انه بيطلع لي مين اللي رسم. تمام. فوكسز، براشز، توماتوز، ووتشز. اوكي كل دي ايه؟ طيب تعالوا بصوا اجمعوا معايا كلمة بص كده. ها بصل. تمام كده. يبقى ايه؟ ادي الاي اس معايا. طيب امتى احط اي اي اس؟ حد عارف؟ حد عارف غير انطوني؟ طبعا حد عارف؟ ها حد عارف يقول لي؟ هم. سلمى عارفة؟ قولي يا سلمى يلا. هم. where are you سلمى؟ اهي يلا يا سوسو. هم. علي صوتك كده، مش سامعينك ولا سامعين اي شيء، اي شيء. مش سامعه اي حاجه. سامعه اي حاجه. طب اقول لك على حاجه، في علامه تحت كده في مايك صح؟ مش كده؟ وكانت مقفوله. طيب في علامه طالعه بالابيض كده ان هو ايه؟ استخدمي السولار بي سي تقريبا، مش فاكره ايه هي الرساله دي. انت كنت دايسه عليها على ما اعتقد انه لا، علشان كده. طيب انا اعمل لك انميوت تاني اهو. دوسي على الرساله، اتكلمي كده. برضو لا. في ايه؟ انطوني انت عادتها انطوني، العدوى انتشرت، محدش بيقدر صوته يطلع. قولي يا سوسو. هنظبطه مع بعض. ها مش طالع صوت من المايك. طب اقفلي الكاميرا كده وخلي ماما تحاول. اعمل لك انميوت تاني اهو. في رساله بيضه هتطلع، دوسي عليها، دوسي على الرساله نفسها، ما تدوسيش بره. ها في اي صوت؟ مفيش برضه.
مفيش في حاجة مش مظبوطة. طيب مفيش مشاكل لغاية لما نظبطها تاني، هنظبطها سوا. ماشي مفيش مشاكل ولا يهمك. في حد تاني طيب عارف غير سلمى؟ ها. هم. هم. ها. قولي يا انطوني يلا. اوعى تكون عدوى منتشر. ايه عدوى؟ طيب الجهاز بتاعك سره بيتك. طيب عشان ما اطولش عليكم، لو انتهى عندي الاسم بليتر واي، وقبل الواي ده، خدوا بالكم معايا بقى، ها، حرف ساكن. زي ايه؟ زي كلمة بيبي يا جماعة. ومش عايزة حد يقول لي فلاي وبلاي علشان دول افعال. زي ما بسمع كده بيبقى بشوف بس حاجات انا غريبة. فتحت المايك يا اتفتح اهلا يا عندي. اهلا، اتفضل. هنعمل ايه بقى؟ بنمسح الواي نشيل بنحط الواي اي اي اس. واحط اي اي اس، بقت ايه؟ بيبيز. بيبس. تمام كده. حاضر، اخليكي تحاولي تاني يا سلمى. ماشي. اوكي. طب استنى يا توني، استنى انطوني خليك معايا. طب لو انا لتر واي، في واحد تاني انا سامعاه بيقول لي يا ميس، طب لو لتر واي وقبله حرف ايه؟ حرف متحرك. تحرك. زي كلمة كي مثلا. ايوه ايوه سلمى عمالة. حاضر والله هقول لك انا. هتعرفي قولي. استنى تعرفي. افتحي كده تاني. افتحي كده تاني يا سلمى. برضو اعمل لك زي بنتي وهي صغيره تقول لي برضو. الصوت مش طالع ليه؟ في حاجه عايزه تتحسن. ها. طيب هنبقى نظبطها، هتتظبط. طيب يا جماعه، لو لتر واي جه قابلني في الاخر، في اخر الكلمه، لتر واي لو جه قابلني في اخر الكلمه، ماشي، وقبله حرف متحرك، عايزه اقول لكم الحروف المتحركه دي حروف جدعه جدا 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 وبتخاف على اصحابها. لتر واي ده حرف جدع قوي. سوري. لتر اي واخواته اللي هم الاي اي اي او يو دول. ماشي. الحروف المتحركه دي جدعه جدا وصاحب صاحبتها قوي. طب ليه يا ميس؟ ايه اللي خلاكي تقولي كده؟ لما بيجي حد يعتدي على واي ويقول لها نشيلك، ما بتخلوش يشيله. عايز ايه؟ هنشيل الواي، احنا جايين نشيلها، محدش يجي يقرب من صاحبتنا. طيب هنعمل ايه دلوقتي في الحاله دي؟ حط الاس زي ما هي بقت كي. جماعه كي. اوكي. اوكي. تمام. ده بالنسبه للتر واي، اللي هو بنشيل الواي ونحط اي اي اس. طيب تعالوا كده. بالنسبه لمين؟ بالنسبه امتى بقى في اي اس؟ مش كله عارف المعلومه دي. مش كله للاسف عارف المعلومه دي. المعلومه دي جت في جريد 4 في كونكت بلس فقط لغايه دلوقتي. ماشي. في الجمع امتى بحط في اي اس، او امتى بضيف في اي اس للجمع؟ لو الكلمه عندي انتهت باف or اف اي. زي كلمه leaf. what is the meaning of leaf؟ ها. ورقه شجر. leaf ورقه شجر. ها. بعمل ايه؟ شفتوا اللي عملناه في الواي؟ بشيل الاف واحط في اي اس، بقت leaves. يعني ايه leaves؟ ورق شجر. ها. كلمة زي knife. what is the meaning of knife؟ سكينة. هعمل ايه؟ ها. هشيل الاف اي واحط في اي اس بقت knives. تمام كده؟ لغاية دلوقتي مفهوم؟ لغاية دلوقتي مفهوم؟ ها. ها. لغاية دلوقتي مفهوم؟ عايزة اقول لكم في كويز النهارده، حضروا نفسكم. يا فرحتي، يا فرحة قلبي كده. بس عارفين بقى لو حصل اي مشكلة النهارده، مش عارفة يعني، مش عارفة اقول لكم ايه لو حصل اي مشكلة بالنسبة للكويز النهارده. اوكي. الكويز النهارده عن صمو ايه. تمام كده. بسم الله.
خلاص. طيب هل دي قاعده؟ احنا قلنا الاس امتى؟ في معظم الكلمات بتتحط لها اس بس، زي ما شفنا دلوقتي، زي مثلا الواي وقبلها حرف متحرك فاحنا بنحط بس، زي كلمه ابل ابلز. هلو الاخوان رايت، ازيكم؟ ها علي ومحمد، صح كده؟ انا قلت صح الكلمه؟ انا صح قلت اسم؟ ماشي جميل. تمام. مش عارفه ليه معايا كل ما اجي اقول علي ومحمد اقول علي وابراهيم. مين ابراهيم ده؟ انا مش عارفه، ما اعرفش. طيب هل الجمع خلص على كده؟ على فكره في حاجه اسمها الجمع الirregular. يعني ايه جمع irregular؟ يعني جمع الشيل، اللي هو ازاي؟ اللي هو بتبقى كلمه بتتحول لكلمه تانية خالص او بتفضل زي ما هي. زي شيب. يعني ايه شيب؟ ها، شيب يعني خروف. تعالى اجمعها كده. ايه يا ميس ايه السهوله دي؟ ده انا احط الاس اقول لك غلط يا حبيب قلبي الميس. تعالى انا اقول لك على حاجه، شيب دي جمعها زي ما هي. اوكي. فش. بص واحد بقى جميل، يا سلام، ايه يا ميس فش سمكه احط لها اي اس؟ لسه واخدين القاعده. اقول لك غلط، فش هي نفس الجمع. ايه يا ميس ايه اللخبطه دي؟ هقول لك في كلمات بتفضل زي ما هي او بتحول لايه، لكلمه تانية. تشايلد. ثانيه واحده. تشايلد. ايه يا ميس عادي نحط لها اس؟ اوعى احسك عينك. تشايلد هات children. تمام. يبقى في عندنا مجموعه كلمات كده اسمها ايه؟ اسمها الجمع الايه، الirregular او الجمع الشاذ، مالوش دعوه خالص بالكلام اللي احنا اتكلمنا فيه بالنسبه للبلورال في الفتره اللي فاتت. طيب ايه كمان عندنا مفرد وجمع غير شاذ او اللي هو irregular؟ عندك توث وتيث، جوس وجيس، فوت وفيت، صح؟ كل الكلمات دي ايه؟ جمع irregular. تمام كده. طيب عايزاك تعرف، شوف بص، ده كل ده مبادئ. انا بقول لك شفت الستبس دي قبل ما ندخل في صم واني. يا نهار ابيض يا ميس، والله الحاجات دي لو ما كنتش عرفتها في سنه اولى وثانيه وثالثه ورابعه هتطلع خمسه تاخد صم واني، يقول لك يلا حبيبي خد صم واني، وانت مش فاهم الحاجات الاولانيه اللي هتيجي معاها. هتفضل قاعد عامل زي حزلقوم كده وتفضل تقول انهون انهين. بالظبط كده والله. تمام. اهم حاجه بقى انا عايزاك تعرفها النهارده ان انت عندك حاجه اسمها الكاونتابل اند uncountable noun. والراجل كتر خيره اللي الف الكتب، المؤلفين بتوع الكتاب بتوع المنهج، ادالك السنه اللي فاتت والله العظيم ثلاثه: الكاونت والانكاونت. والله انت لسه عارفهم وحافظهم كان بها، والله انت مش عارفهم وحافظهم كان بها برضه، هتعرفهم دلوقتي معايا. طيب الدرس الكاونتابل والانكاونتابل جالك برضو في جريد 3 في الكونكت والكونكت بلس، ويجالك في جريد 2 الناس اللي داخله جريد 2. تمام. هيجي لك الكاونتابل والانكاونتابل. طيب يعني ايه كاونت؟ لما اقول لك كاونت كده بمعنى ايه؟ عد بس يبقى ده معدود، يعني دي حاجات اقدر اعدها. ماشي. طيب زي ايه؟ تعالى كده انا اقول لك. لو انا جبت لك كور كتير كده وقلت لك ها يا محمد انت وعلي عدوا لي الكور دي، هتعدوها ولا مش هتعدوها؟ هتعدوها. طيب جبت كرتونه كده مليانه ايه، تفاح، وقلت لسلمى عدي الكرتونه دي يا سلمى، هتعرفي تعديها؟ فيها تفاح، هتعرفي تعديها؟ قولي لي كام تفاحيه بالظبط. ها، لو انا جبت لك كرتونه تفاح وقلت لك عديها هتعرفي تعديها من غير ما تفتحي؟ انزلي راسك بقى او لا. تمام. طيب كلنا بنروح نشتري البيض ونشوف مثلا كرتونة البيض فيها كام بيضة، فعادي بنعرف نعدها. بنعرف نعدها. الكتب بتاعتنا اللي في المدرسة بنعرف نعدها. بنعرف نعدها. الأقلام اللي قدامنا بنعرف نعدها. يبقى في حاجات احنا بنعرف نعدها، دي اسمها countable، ونقول فيها 100 200 1000 1 2 3 10 بنعرف نعدها ونقول فيها قد ايه. طيب الانكاونتابل بقى من غير ما اقول لك
كلمات وانت هتحفظها، هلخصها لك برضو في كام حاجة كده. اي حاجة عندك سوائل، السوائل، اي حاجة عندك سوائل ما تقدرش تعدها، صح؟ لو قلت لك ايه، هات لي ميه، هتجيبها لي شويه صغيره شويه كتير، هتقدر تعد الميه؟ افتح لي الحنفيه كده وقلت لك ايه، عد، انا فاتحه لك الحنفيه وعد الميه بقى، ازاي يا مس؟ اعد ايه اللي انت بتقوليه يا مس ده؟ اعد ميه اعدها؟ اه، لا ما اعرفش، ما بتتعدش. يبقى السوائل، الزيت ما اعرفش اعده، الجوز، العصير ما اعرفش اعده. يبقى الحاجات السايله دي uncountable. طيب الحاجات الجميله اللي بتسيح في الحر ولهيب الحر الجميل ده بتاعنا ده uncountable. حاجات ايه؟ الزائبه. زي ايه؟ تعالى كده افتح ثلاجه الايس كريم عند عمو، وانت قبل ما تطلع من السوبر ماركت شوف الايس كريم كده في الجو اللي احنا فيه ده هيبقى عامل ازاي. ها، هيبقى عصير. بلاش، خد الشوكليت بتاعتك الحلوه دي واطلع بيها بره. قبل ما تطلع بره بص تلاقيها بقت ميه، محتاج انك انت ترجعها تاني التلاجة عند بيتكم. بعد ما ايه؟ بعد ما يكون معالمها اتشوهت، ولا عارف الجلاكسي من الكابري، ولا عارف كوفرتينا، ولا عارف اي حاجه. دي ايه؟ شوكولاته وخلاص مجهوله المصدر. صح كده؟ الورقه هي اللي هتبين لك دي ايه اصلا. ماشي؟ يبقى الحاجات اللي بتسيح زي الزبده، خلي ماما كده تجيب حته زبده وتحطها في طبق وتفرج كده عليها وهي عماله، فاهم، بتسيل كده. تمام كده؟ ماشي. يبقى الحاجات اللي هي اللي الميه، مين فينا دلوقتي ما بيحطش الميه في الفريزر وتبقى تلج وتطلع الميه كده؟ يا اهلا يا اهلا رودينا وستان، يا اهلا يا مرحبا، اهلا بيكم. ماشي. طيب مين فينا كده يحط الايس كده او مكعب التلج بره واتفرج عليه؟ اتفرج عليه هيبقى عامل ازاي؟ ميه، ميه، ميه. تمام. يبقى الحاجات السوائل والحاجات الدايبه، تمام، اللي بتدوب دي، اللي بتسيح دي، ما اقدرش اعمل. طيب جيت مين؟ جيت لي ريناد، قلت لها بقول لك ايه يا ريناد؟ نعم. هاتي برطمان السكر اللي عندكم كده وعدي لي دلوقتي حالا. اسمعي الكلام، يلا هاتي برطمان السكر وعدي لي السكر اللي فيه. تعرفي؟ لا، عجزت عن المعرفة، للأسف. طيب نسأل مين تاني؟ استنوا نشوف حد كده يكون فاتح برضو تاني. رودينا و... وستان. ستان لو قلت لك بدلعك، انت عارفة حبيبتي، حبيبتي. ماشي. لو قلت لك يا ريتال هاتي البرطمان كده اللي هو فيه ايه؟ فيه الشاي، وعدي لي الشاي اللي فيه. ازاي ما تعرفيش؟ خبر. طيب ماشي، ما عرفتش برضه. ماشي. طب في حد تاني فتح الكاميرا؟ اقول له انا بص للناس اللي فاتحه الكاميرا علشان ايه؟ في ناس كتير قافلاه. لا، هوجه لهم يعني. لو سلمى ع... طيب هقول لعائشه دلوقتي، عائشه فتحت اهي. سلمى هسألك على سؤال كده، شعرك طويل ولا قصير؟ طويل. طب انا هقول لك على حاجه بقى وتعديها لي، عدي لي شعر راس. ما تعرفيش؟ انت عارفه ان عائشه قالت انا ممكن اعده. هتعديه؟ قولي لنا بقى في كام مليون شعرايه. بالشعرايه على فكره، لو في غلطه هخليكي تعدي من الاول يا عايشه. يا نهار ابيض، ده ايه التدبيسه دي؟ مش دبستني. طيب يبقى في حاجات احنا نقدر يعني ما نعرفش نعدها، صح؟ ما نعرفش نعدها. تمام. زي ايه؟ شعرنا، زي الحاجات دي. رودي ايمن، لو قلت لك دلوقتي ماما عندها دلوقتي رز، ماما عندها رز صح؟ تقدري تجيبي لي مثلا كيلو رز كده وتشوفي لي فيه كام حبايه؟ يمكن الراجل خمها ولا حاجه نعرف. خمهاش؟ كيلو هو كيلو يعني. طب فيه كام حبايه؟
تعرفش برضه. يبقى الحاجات اللي بالكيلو ما نعرفش نعدها. تمام؟ زي السكر، زي الشاي، زي القهوه، زي الحاجات دي. الرمله ما نقدرش نعدها، اللي هي الساند. اوكي؟ شعر راسنا ما نقدرش نعده. تمام؟ يبقى في حاجات كده. هي عايشه، قولي يا عايشه. قولي يا شوشو. زي الملح، السكر، ايوه صح. الرمل، اه الرز والحاجات دي. الرز. الحاجات دي كلها ما نقدرش نعدها يا جماعه. صح. ايوه، ماشي يا عايشه. لانها بتبقى صغيرة. بتبقى حبيبات صغيره، جزيئات صغيره، وما اقدرش ان انا اعدها. ثانك يو. تمام كده. ماشي، عشان ما نطلع يعني ايه الموضوع ده ما نعملش فيه كتير قوي. تمام؟ عرفنا يعني ايه كاونتابل وان كاونتابل. تمام. بعد ما عرفنا السينجولار والبلورال والكاونتابل والانكاونتابل، علشان الحاجات الصغيره دي هتدخل عندنا دلوقتي مع الصم والايد. تمام؟ ندخل بقى على اهم درس. بس ممكن لو سمحتوا قبل ما ندخل على صم واني، احنا فاضل لنا دقيقتين قبل ما يقفل هو علينا، نقوم واحنا ونروح قافلين. ماشي؟ ونرجع بقى من الاول تاني ندخل على صم واني. تمام كده؟ يبقى اول درس التمهيدي بتاع صم واني اهو. ده التمهيدي لصم واني. هندخل في الفيديو اللي جاي ان شاء الله، من اول فيديو اللي جاي على صم واني. تمام؟ هنطلع كلنا وندخل دلوقتي من تاني.